إبليس يقول الله عز وجل عنه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إبليس ما ندري عنه، يقول لآتينهم من بين يديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. والله عز وجل يقول واجلب عليهم بخيلك ورجلك. إبليس عنده جنود خيالة، جنود ماشيين على رجولهم، وجنود تطير، وجنود تسبح، ويجيك من كل الجهات، ويدخل إلى حد جسدك، إلى حد دمك، يجري في عروقك، يصل إلى قلبك. هذا العدو إيش تسوي معه؟ إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. طيب متى يأتيك إبليس؟ حالات التي يأتيك فيها إبليس هي الأحوال التالية. أول شيء حال الغفلة عن ذكر الله. أي مكان غفلة متوقع إبليس متواجد. أي حال غفلة إبليس متواجد. أي حال خوف إبليس يحضر. أي حال فرح إبليس يحضر. أي حال أكل إبليس يحضر. أي حال شرب إبليس يحضر. أي حال لقاء الرجل مع زوجته إبليس يحضر. أي نهاق حمير إبليس يحضر عنده. إذن إبليس مراقب معك حولك في أغلب الأوقات، يهجم عليك. ماذا تفعل؟ وقت الصباح، وقت المساء، وقت وجود طلوع الشمس، كلها أوقات الشيطان يجتهد فيها. الأصيل، الصباح، منتصف الليل، كلها أوقات شيطانية أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر تغلق الأبواب وتغطى هذه الأواني ويذكر اسم الله، وقال امنعوا صبيانكم قبل غروب الشمس. وقت غروب الشمس وقت انتشار الشياطين في الأرض. والآن مع الدرس. الحمد لله الذي يرزق من يشاء بغير حساب ويهدي إليه من أناب، وهو العلي الوهاب، جل جلال الله وتقدست أسماء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، هذا المقطع ابتدأ بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. سبق أن تحدثنا عن النداء في القرآن، وأن الله عز وجل إذا نادى المؤمنين إنما يناديهم لخير يعملوه يدلهم عليه، أو شر يحذرهم منه فيتركوه. فماذا يأمرهم هنا من الخير؟ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلم هنا المراد به الإسلام، أي ادخلوا في الإسلام كله، والإسلام هو العمل، أي ادخلوا في العمل الذي أمركم الله به كله. أمركم بالصلاة، بالزكاة، بالصوم، بالحج، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بالعمرة، ببر الوالدين. فكل أوامر الله خذوها كلها، اعملوا قدر استطاعتكم منها. كل نواهي الله اجتنبوها كلها، ولا تفرقوا بين الأمر ولا تفرقوا بين النهي. لا تقولون نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض. لا تقولون هذا يصلح لنا وهذا لا يصلح لنا. الدين كل لا يتجزأ، إما أن تأخذه كله أو تتركه كله. ما تقول لك مثل ما قال بعض المرتدين من الأعراب، قالوا نحن مستعدين نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونقيم الصلاة، ومستعدين نصوم ونحج ونعتمر، لكن الزكاة غير مستعدين لها. فلما فرقوا بين الصلاة والزكاة كفروا بذلك، فحكم عليهم أبو بكر الصديق والصحابة الكرام بالكفر وقاتلوهم بالردة، وارتدوا لأنهم فرقوا بين شعائر الإسلام. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يودونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. إذن التفريق بين الدين سواء كان بين أركانه أو بين واجباته أو بين مستحباته، هذا التفريق لا يجوز. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في باب النواهي، تفريق في النواهي. قالوا: يا رسول الله، أنا أريدك تأذن لي في محرم لي خاصة وهو الزنا، يعني أسير، يعني تبيح للزنا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيح محرما ولا يحرم أيضا مباحا عليه الصلاة والسلام، لذلك لم يقل له مباح لك، وإنما ناقشه بالعقل فقال له: أترضاه لأمك؟ الزنا ترضاه لأمك؟ قال لا. ترضاه لأختك؟ لا. ترضاه لخالتك؟ لا. ترضاه لبنتك؟ لا. ترضاه لزوجتك؟ لا.
قال: ما النساء إلا أم وأخت وبنت وخالة وعمة وزوجة، فما لا ترضاها لنسائك؟ كيف ترضاها لنساء المسلمين؟ قال: والله لا أزني بعد هذا أبدا. انظر إلى العقل. إذن الدين يؤخذ كله أو يترك كله، الأوامر تعمل كلها أو تترك كلها. الزكاة أمر والزنا نهي، فمن ترك الأمر كمانع الزكاة كان بذلك مرتدا. ومن استباح نهي كالزنا أو استباح أكل أموال الناس بالباطل أو استباح أي محرم من المحرمات أو استباح حتى ترك الصلاة أو استباح أي شيء حرمه الله أو حرم أي شيء حلله الله، فهذا كافر بإجماع المسلمين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. تحريم الحلال هذا خروج عن الملة، تحليل الحرام خروج عن الملة، تحليل أو إباحة الواجب وجعله غير واجب خروج عن الملة، لأن التشريع لا يكون إلا من الله. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما عبدناهم ولا اتخذناهم أربابا. قال: لم يحلوا لكم الحرام؟ قال: بلى. قال: لم يحرموا عليكم الحلال؟ قال: بلى. قال: إذن فقد عبدتموهم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة كما هو، ادخلوا في الإسلام كما هو من غير زيادة ولا نقصان، كما قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. الطغيان زيادة في الحد على الواجب، وهذا الطغيان اعتداء. تلك حدود الله فلا تعتدوها في باب الأمر، وكذلك فلا تقربوها في باب النهي. تلك حدود الله فلا تقربوها. فإذا حد الشارع حدا للأمر لا يجوز تجاوزه، وإذا حد حدا في النهي لا يجوز القرب منه. هذا هو الدخول في السلم كافة. ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لأن خطوات الشيطان تأتيكم من باب الزيادة على الأمر وهو الإفراط، أو من باب النقص عن النهي وهو التفريط. والوسط لا إفراط ولا تفريط. الشيطان يأتي للإنسان إذا وجده مستقيم وملتزم ومتوجه إلى الله والدار الآخرة، ما يأتي من باب المعصية، لا، يجيه من باب الطاعة. يقول له: تعال، أنت تنام في الليل ليه؟ قوم الليل كله يا أخي. يقوم الليل كله وينام عن صلاة الفجر. ضحك عليه إبليس، قام في النفل وترك الفرض. هذا طغيان، زيادة على الحد مع ترك الفرض. يجيه يلاقيه يصوم يوم اثنين وخميس. طيب ليه يا أخي؟ صم الدهر كله، يصوم الدهر كله فتيأس نفسه أو يحصل عند نفسه ملل فيمل من الصيام فيترك صيام رمضان. حتى يقول له: أنت تنفق الزكاة 2.5%، ليه؟ أنفق مالك كله. فإذا أنفق ماله كله ثم ندم يمنع حتى الزكاة، ما عاد يزكي. فهذه الزيادة على الحد في الأمر. يأتي في باب الصلاة ربما يقول له 12 ركعة الرواتب. يقول: ليش 12 ركعة؟ خلي قبل كل صلاة 12 ركعة وبعدها 12 ركعة. أنت ما شاء الله قوي. فيزيد في عدد الركعات المشروعة، فإذا به يأتيه اليأس ويأتيه للملل فيترك الصلاة بالكلية. إذن خير الأمور الوسط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. الدين ما يؤخذ بالقوة والمشادة، الدين يؤخذ كما هو من غير زيادة ولا نقصان، من غير إفراط ولا تفريط. فإذا كان استجاب طبعا في هذا الباب انتهى. أما الإنسان العادي فيأتيه إبليس من باب التفريط. أول ما يبدأ بالتفريط في الصلاة يقول له: يا أخي وقتها طويل، أخرها. فيؤخرها ثم يؤخرها ثم يؤخرها حتى يخرج وقتها، ثم بعد ذلك يتركها. وهذا هو السهو عن الصلاة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يأتي في باب الزكاة يقول له: خلاص يا أخي، ما هو شرط تطلع هذا حين، خليها بعدين، أخرها شهر شهرين، ولا يزال يأخرها حتى ينساها ولا يخرجها. يأتي في باب الصوم يقول: يا أخي أنت ممكن تمرض إذا صمت، افطر، سافر من أجل تفطر. يجيب له خطوة خطوة حتى يجعله يترك أمر الله، أو خطوة خطوة حتى يزيد على شرع الله ما ليس منه.
هؤلاء المتطرفون الذين قتلوا الأنفس، زهقوا الأرواح، روعوا الناس، هؤلاء جاءهم الشيطان من باب الزيادة. ولا تتبع خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إذا عرفت عدوك سهل تتخارج منه. لكن الأعداء ينقسمون إلى كم قسم؟ ينقسم الأعداء إلى 3 أقسام: عدو تعرفه، وعدو تراه ولا تعرفه، وعدو لا تعرفه ولا تراه. أيهما أخطر؟ واحد تعرفه، تعرف أنه ضعيف وأنه خواف وأنه كذا، فلان ابن فلان عدو، لكن لو نهرت هرب. وواحد لا تعرفه، لكن إذا رأيته يمكن تهرب منه، يمكن يعني تشوفه. الثالث لا تراه ولا تعرفه، هذا أخطر شيء، إبليس. إيش تسوي مع هؤلاء الأعداء الثلاث؟ اللي أنت تعرفه أنت تعامل معه بكيفك، اللي ما تعرفه إيش تسوي؟ ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أرسل عليك واحد تكلم عنك، فلما شافك مبتسم مهلل طيب قال والله رجال طيب، هذا غير ما قالوا عنه، خلاص فتكسبه من أول لقاء بالابتسامة والكلام الطيب. لكن العدو الذي لا تراه ولا تعرفه، أين المفر منه؟ العدو الذي لا تراه ولا تعرفه الجأ إلى من يراه ولا يخفى عليه وهو قادر عليه. من هو؟ رب العالمين. إبليس يقول الله عز وجل عنه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. إبليس ما ندري عنه، يقول لآتينهم من بين يديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. والله عز وجل يقول واجلب عليهم بخيلك ورجلك. إبليس عنده جنود خيالة، جنود ماشيين على رجولهم، وجنود تطير، وجنود تسبح، ويجيك من كل الجهات، ويدخل إلى حد جسدك، إلى حد دمك، يجري في عروقك، يصل إلى قلبك. هذا العدو إيش تسوي معه؟ إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. طيب متى يأتيك إبليس؟ حالات التي يأتيك فيها إبليس هي الأحوال التالية. أول شيء حال الغفلة عن ذكر الله. أي مكان غفلة متوقع إبليس متواجد، أي حال غفلة إبليس متواجد، أي حال خوف إبليس يحضر، أي حال فرح إبليس يحضر، أي حال أكل إبليس يحضر، أي حال شرب إبليس يحضر، أي حال لقاء الرجل مع زوجته إبليس يحضر، أي نهاق حمير إبليس يحضر عنده. إذن إبليس مراقب معك حولك في أغلب الأوقات، يهجم عليك. ماذا تفعل؟ وقت الصباح، وقت المساء، وقت وجود طلوع الشمس، كلها أوقات الشيطان يجتهد فيها. الأصيل، الصباح، منتصف الليل، كلها أوقات شيطانية أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر تغلق الأبواب وتغطى هذه الأواني ويذكر اسم الله، وقال امنعوا صبيانكم قبل غروب الشمس. وقت غروب الشمس وقت انتشار الشياطين في الأرض. طيب هذه الأبالسة المنتشرة ايش تسوي؟ إذا أردت أن تأكل تقول بسم الله، هرب الشيطان. تقول الحمد لله، يهرب منك بعد الأكل ما يتبعه. تقول إذا بغيت تدخل السلام عليكم، يهرب. إذا سلمت قال لا مبيت، إذا سميت لا طعام لا عشاء. إذا ذكرت الله فر الشيطان مطلقا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. القرآن يطردهم، اسم الله يطردهم. لكن من يعش عن ذكر الرحمن، يأكل ما يقول بسم الله، وبسم الله ذكر الرحمن، يشرب ما يقول بسم الله، يأتي أهله ما يقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، يدخل الخلاء الحمام ما يقول باسمك اللهم غفرانك أو بسم الله غفرانك قبل لا يدخل. هذا يتسلط الشيطان عليه إذا دخل الحمام، إذا خرج من الحمام، إذا أكل، إذا شرب، إذا نام. حتى الشيطان يأتيك وقت النوم، إذا قلت باسمك ربي وضعت جنبي وباسمك أرفع وإن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها، فإن الشيطان لا يقربك. إذا نمت من غير ما تذكر اسم الله يأتي الشيطان. أول شيء يسوي يبول على خشمك، ثم يبول في أذنيك، ثم يعقد على رقبتك من وراء 3 عقد، يربطك على المخدة ويقول لك نم عليك ليل طويل، يأذن المؤذن ولا تقوم، وتقام الصلاة ولا تقوم. يوم تطلع الشمس إذا أنت قايل،
قل كيف الشمس طلعت وأنا ما صليت؟ نعم، لأنك أول ما نمت ما ذكرت اسم الله سبحانه وتعالى، فتسلط عليك إبليس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى ركعتين انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، وسبب خبث نفسه وكسله إبليس. واضح؟ ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الشياطين تتنزل على من؟ كل أفاك أثيم. كلما زاد الإفك وهو الكذب، وكلما زاد الإثم وهو المعصية، كلما تنزلت الشياطين على صاحب الإفك والإثم. وبالمقابل تتنزل الملائكة على صاحب الصدق والطاعة. إن الذين قالوا ربنا الله صدق ثم استقاموا بالطاعة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ثم قال تعالى: إنه لكم عدو مبين. العدو الظاهر المبين، عداوة بينة ما تحتاج واحد يحللها. إبليس عدو، والله أخبرك أن عدو، إن هذا لكم عدوا فاتخذوه عدوا. نعم. طيب، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. الله بين لكم وقال لكم الطريق هذه. فإن زلت بكم القدم، زلل القدم هو حركة القدم من غير إرادة صاحبها، سمى زل. فإن زللتم يعني ضللتم، زلت أقدامكم، أن تزل قدم بعد ثبوتها. كنت ثابت على الدين ثم جاك الشيطان وأخذ رجلك وجرك على معصية فوقعت فيها، جرك على الزنا فوقعت فيه، جرك على السرقة فوقعت فيها، جرك على الغيبة فوقعت فيه، على النميمة، على أكل أموال الناس بالباطل، على ترك الصلاة، على أي منكر، على أي جريمة وقعت فيها. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، الله وضح لك أن الشيطان هو السبب وقال لك العلاج كذا، وأنت بإرادتك أطعت إبليس ووقعت في المعصية، إيش يصير؟ فاعلموا أن الله عزيز حكيم. عزيز ما يحتاج لك، أنت اللي تحتاج له. حكيم في التعامل معك، تعامل معك بحكمة، وحكمته تقتضي أن يمهلك لعلك تتوب. يقول لك خلاص لعلك تتوب، ما يؤاخذك مباشرة، لأن الله عز وجل يقول: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، لكن بحكمته يخليهم يتركهم. إن الله يمهل، يعطيك مهلة لعلك تتوب من حكمته، ثم مهلة ثانية، ثم مهلة ثالثة، فتقع في نفس الذنب وترجع تقع في نفس الذنب. والله يمهلك 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 حتى إذا ما استمرأت الذنب وقلت خلاص كأن الرب لا يعلم عنك، كأن الرب يرضى عن هذا الذنب، فإذا استبحت الذنب وأصبح كأنه مباح وكأنك تفعله وكأنه ليس بحرام، عندئذ يغضب الله. وإذا غضب وأخذك إن أخذه أليم شديد، نسأل الله العافية. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. قوله عزيز يجعل المؤمن يخاف، حكيم يجعل المؤمن يرجو. فختم الآية باسمين أحدهما يدفع للخوف والثاني يدفع للرجاء. فتخاف من الذنب وترجو أيضا التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا بحكمته. وأيضا أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم مهما كانت ذنوبهم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. فلا يأمنن أحد مكر الله ولا يغنطن أحد من رحمة الله. ثم قال تعالى: هل ينظرون؟ أولئك الذين زلت بهم الأقدام واتبعوا الشيطان ووقعوا في المعاصي ينتظرون ماذا؟ يعني ليش ما يتوبوا؟ لماذا لا يعجلوا بالتوبة؟ هل ينظرون إلا يوم القيامة؟ يوم القيامة ما في توبة. يوم يأتي الله تغلق أبواب التوبة، بل تغلق قبل ذلك. مجرد ما تغرب الشمس أو تطلع الشمس من مغربها لأهل الدنيا يغلق باب التوبة بعد ذلك. مجرد ما تصل الروح إلى الحلقوم راجعة إلى الله يغلق باب التوبة. في السكرات، في الغرغرة،
الآن وقد عصيت قبل. مجرد ما يرى العذاب يغلق باب التوبة. لذلك باب التوبة يغلق في كم حالة؟ في 3 أحوال: عند مشاهدة العذاب، عند الغرغرة، عند طلوع الشمس من مغربها. يوم القيامة لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ متى يأتي الله؟ يوم القيامة. وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي، قدمت في الحياة الدنيا عملا لحياة الآخرة. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. الغمام السحب البيضاء التي تملأ الجو فتغطي السماء. يوم القيامة إذا تشققت السماء تتشقق بالغمام. يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. فإذا نزل الملائكة تنزيلا من السماوات طوى الله جل جلاله السماوات بيده والسماوات مطويات بيمينه، ثم ينزل جل جلاله نزولا يليق بجلاله إلى لفصل القضاء بين عباده. فذلك الوقت لا يقبل من أحد إيمان، لأن الغيب أصبح شهادة، والاختبار بالغيب. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أول الغيب ما غاب عن أعيننا فلا نراه، وعن أسماعنا فلا نسمعه مباشرة، وعن عقولنا فلا ندرك كنهه. هو رب العالمين لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يؤمنون بالغيب، أولها يؤمنون بالله، ثانيا يؤمنون بالملائكة لا نراهم، يؤمنون بالجنة لا نراها، يؤمنون بالنار لا نراها، يؤمنون بالحساب لا نراه، بالموازين، بالآخرة، بالجن، بكل ما أخبر الله عز وجل عنه في القرآن مما غاب في الماضي ماضي الدنيا، أو غائب في المستقبل كأمور الآخرة، أو غائب عنا ولو كان موجودا عند غيرنا في نفس الوقت. فكل ذلك يدخل في الإيمان بالغيب مما أخبر الله عز وجل عنه. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ إذن أصبح الأمر ليس بغيب، أصبح الأمر مشاهدة. يوم القيامة يبعث الله كل الآلهة التي عبدت من دونه لمن عبدوها، فيؤتى بالأصنام لعباد الأصنام، فإذا رأوها سجدوا لها، فأخذ الصنم وعابدوه إلى النار، حتى لم يبق إلا أولئك الصالحون الذين عبدوا من غير إذنهم ومن غير إرادتهم، فتبدأ المحاكمة. وعلى رأسهم عيسى بن مريم، إذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. قوله في ظلل من الغمام دلت على عدم مشاهدة أهل الآخرة لله، كما أن الغمام يحجب السماء يحجب الهلال، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فيوم القيامة أهل الموقف يسمعون كلام الله ولا يشاهدون في ظلل من الغمام لا يراه أحد. فإذا رأى الناس ما عبدوا من دون الله وسجدوا لهم وأخذوا إلى النار لم يبق في ساحة الحشر إلا المؤمنون والمنافقون، فيقال لهم أين إلهكم؟ فيقولون ما وجدناه ما رأيناه، فيقول الله لهم هل بينكم وبينه علامة؟ فيقولون نعم بيننا وبينه علامة ذكرت في القرآن يوم يكشف عن ساق، فيكشف الله جل جلاله عن ساق، فيسجد المؤمنون عند رؤية العلامة
الكشف عن الساق، كلهم يسجدون لله في ساحة المحشر، والمنافقون لا يستطيعون السجود لأنهم لم يكونوا من قبل في الدنيا يسجدون لله، كانوا إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، فيرفع المؤمنون رؤوسهم من سجودهم وقد ابيضت وجوههم، والمنافقون قد اسودت وجوههم، وعندئذ يفرق بينهم وبين المؤمنين بالسور الذي يضرب بينهم، ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء وعد الله وغركم بالله الغرور. وقضي الأمر أمر الآخرة، قضي أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار وأهل الأعراف على الأعراف، قضي الأمر، وإلى الله ترجع الأمور كلها، أمور الدنيا ترجع إليه، وأمور الآخرة ترجع إليه، أمور المؤمنين ترجع إليه، وأمور الكافرين ترجع إليه، الأمور العامة ترجع إليه، والأمور الخاصة ترجع إليه، وأمور الخلق مرجعها إليه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، أمر واحد، أمور كل أمة يدبر أمرها من السماء إلى الأرض، النمل وأمره، والنحل وأمره، والبهائم وأمرها، والحيتان وأمرها، والإنس وأمرها، والجن وأمرها، والملائكة وأمرها، والسماوات وأمرها، والأراضين وأمرها، وكل خلق وأمره يدبر ذلك الواحد الأحد جل جلاله. ثم قال تعالى سل بني إسرائيل، سل يا محمد بني إسرائيل، بنو إسرائيل اليهود، سلهم كم آتيناهم من آية بينة. عندما ترجع للقرآن وتنظر الآيات البينات التي جاء بها الأنبياء، أنبياء بنو إسرائيل لبني إسرائيل لا تعد ولا تحصى، كم آتيناهم من آية بينة تدل على أنه لا إله إلا الله، من آية بينة تدل على أن محمد رسول الله النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، من آية بينة تدل على أن الصحابة الكرام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم خيرة خلق الله من هذه الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره، سلهم، كل هذا موجود في كتبهم، حتى إنه في كتبهم وصف للنبي صلى الله عليه وسلم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، وصف لأبي بكر، وصف لعمر، وصف لعثمان، لعلي، يعرفون الصحابة بصورهم وألوانهم وأشكالهم وهيئاتهم، كما قال الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، كل شيء مكتوب. لذلك عمر بن الخطاب لما كان عام فتح بيت المقدس ووصل الجند الإسلامي إلى بيت المقدس، كتب النصارى وتكلموا مع قائد الجند أبو عبيدة بن جراح وقالوا له إن هذا البيت بيت المقدس في كتبنا أنه لا يفتح إلا لرجل صفته كذا وكذا وكذا، فأخذوا يصفون عمر بن الخطاب طويل أصلع صفته كذا وكذا وكذا، يصفون عمر بن الخطاب، فقال الصحابة هذا عمر بن الخطاب، ولم يروا عمر بن الخطاب، قالوا إن جاء هذا الرجل بهذه الصفة سلمناه مفاتيح بيت المقدس، فجاء عمر بن الخطاب فعرفوه فسلموا له مفاتيح بيت المقدس، صحابة صفتهم مكتوبة في التوراة والإنجيل، معناها أنه ناس ذكرهم الله في الكتب المنزلة بوصفهم أمرهم عظيم. ولهذا قال الله سل بني إسرائيل، سل يا محمد، وسلوا أنتم بنو إسرائيل اليهود والنصارى. طبعا إسرائيل يعقوب عليه السلام من ذرية عمران، وعمران من ذرية مريم، ومريم أم عيسى بن مريم، ولذلك عيسى بن مريم رسول إلى بني إسرائيل، فلما أحس منهم عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا به. فبنو إسرائيل بعث إليهم من الأنبياء أكثر ما بعث إلى الخلق كلهم، لو تجمع بني إسرائيل حالهم أنبياء بني إسرائيل أكثر من سائر أنبياء العالم، كم آتيناهم من آية بينة، ولكن بدلوا، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب، بدلوا نعمة الله كفرا، بدلوا الإسلام بالكفر. ولذلك خطب فيهم موسى عليه السلام، وذكر الله نقل الخطبة بحذافيرها في القرآن، قال الله عز وجل وإذ قال موسى لقومه
اسمع الخطبة. يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. طبعا كل هذه النعم بدلوها كفرا. جعلكم أنبياء ونزع النبوة منهم وأعطاها للعرب، وجعل فيكم ملوكا نزع الملك منهم وأعطى الملك لغيرهم، طردوا من أرض الشام. وجعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، نزع منهم ما آتاهم من العلم، من الهيبة، من الإيمان، وضرب عليهم الذلة والمسكنة والخزي والعار. احرقوا في أوروبا في المحرقة اللي في ألمانيا، وطردوا من بريطانيا، وطردوا إلى العراق من الشام، وطردوا من اليمن، وطردوا من المغرب، وطردوا من الجزائر، وطردوا من مصر، وطردوا من أي مكان وصلوا إليه، وأصبحوا مطاردين مشردين لأن الله غضب عليهم، ومن غضب الله عليه فلا يرضى عليه أحد، لعنة الله عليهم أينما حلوا. ثم قال تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. الموازين للأسف عند أصحاب العقول المظلمة مختلة. الآن الإنسان يوزن للأسف اليوم بما عنده من مال، صح ولا لا؟ لو حافظ للقرآن، حافظ للسنة، عالم بالتاريخ، عالم بكل شيء، لكن ما عنده فلوس، يساوي إيش؟ صفر، لا شيء. لو جاهل بالكتاب وجاهل بالسنة وجاهل بالتاريخ وجاهل بكل شيء وجاهل بنفسه، حتى الجهل مركب فيه، وعنده فلوس، يساوي إيش؟ الشيخ، يقال له الشيخ الهامور. وأما الثاني فلا هامور ولا صعلوك. هذه الموازين المختلة، وهذه تتضح في باب الخطبة. لو واحد جاء يخطب، اثنين، واحد حافظ كتاب الله، حافظ لسنة رسوله، حافظ للفقه، للعلم، للغات، يعني علامة، ولكن ما عنده فلوس ولا عنده وظيفة. والثاني ورث مال من أبوه ولا جده، وعنده ملايين وأراضي وعقارات وشركات ولا يعرف يكتب اسمه، جاهل بمعنى الكلمة. والاثنين تقدموا لخطبة فلانة بنت فلان. الأسرة الكريمة تجاوب من؟ هذا عنده العلم وهذا عنده المال. البنت شو تقول؟ وأمها شو تقول؟ والمجتمع شو يقول؟ إيه الهامور الفلاني خطب فلانة. المسكين ذاك ما حد يتكلم، ما يذكر. الأب إذا تأدب معه يقول والله البنت اعتذرت. هي البنت والأم والأب والأسرة كلها اعتذرت، لأن الناس مالت للدنيا. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا ولو كان عنده العلم كله، لو كان عنده القرآن والسنة. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة ولو عنده القرآن والسنة وكل شيء. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا ولو كان عنده المسكين القرآن والسنة والتاريخ والقصص والطب وكل شيء. لو دكتور لكن ما عنده وظيفة ما حد يجيله. لكن صعلوك عنده فلوس ما شاء الله. زينت لهم الحياة الدنيا، وهذا التزيين ذكرها الله في سورة آل عمران. قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع إيش؟ متاع الحياة الدنيا. طيب والله عنده حسن المآب. عندما تأخذ بنتك وترميها عند هذا مع الإبل والبقر والذهب وإلى آخره، بنتك صارت من متاع الحياة الدنيا وتهتم بالحياة الدنيا، وأنت مت ورحت للآخرة، والله لن تتذكرك، لن تقول ربي اغفر لي ولوالدي أبدا. مشغولة ما فاضي، والولد مشغول ما فاضي. شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، حتى الاستغفار انشغلنا عنه، فكيف نستغفر حتى لآبائنا أو لأمهاتنا؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، بس شرطين، فزوجوه. ما هو من ترضون فلوسه ورصيده وعقاراته، لا، دينه وخلقه فزوجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لأن البنات الصالحات يأخذهم ناس لا دين لا خلق، بكرة يعبدها، يظلمها، يورطها،
لأنه جاءته مقابل المال، فإذا زال منه المال كرهته. من أحبك لشيء كرهك لزواله. جاءها من أجل المال، فإذا زال مالها كرهها. موظفة تقاعدت طلقت لأنه جاءها بوظيفته والوظيفة انتهت. لكن صاحبة الدين يستمر معها زوجها، صاحب الدين تستمر معه زوجته، لأن الدين لا ينتهي، لا يتقاعد منه، لا ينقص بفضل الله عز وجل. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. مشكلة لو زينت لهم الحياة الدنيا وسكتوا، لكن أصحاب المال يطغون. إن الإنسان لا يطغى أن راه استغنى، يصبح يضحك على المطاوعة، يحسب أعراض الناس كأنها حلال عليه. والله فلان جاني وفلان قال وفلان فيه وفلان ما يخطيه، ويأكل الغيبة ويتكلم في العلماء ويتكلم في الدعاة ويتكلم في الصالحين، ومجلسه كله غيبة ونميمة، ويضحك لأن عنده فلوس في هذه الدنيا. يسخرون من الذين آمنوا. ماذا قال الله؟ قال والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. تعال القيامة وشوف النتائج. هؤلاء الذين أقسمتم في السخرية في الدنيا لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة، أمر من الله. هذا هو يوم رفعة المتقين. والذين اتقوا فوقهم، الجنة فوق، وهم وين؟ النار أسفل سافلين. ينادي هؤلاء، نادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. نادى أصحاب الجنة الضعاف المساكين الفقراء في الدنيا اللي كانوا لا قيمة لهم، رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لا يؤبه له لو أقسم على الله لا بره. هؤلاء الفقراء، هؤلاء العمال اللي تشوف في الشوارع. أنا شاهدت مشهد مبكي جدا. أحد العمال في وقت الضحى كان يكنس، ثم أقبل إلى مسجد وتوضأ في وقت المسجد مغلق، وصلى ركعتين عند باب المسجد، ثم أخذ مكنسته وراح يكنس. من يراه؟ الله، ولي من أولياء الله. وهذا التكنيس الشوارع شعبة من شعب الإيمان. الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وأعجبني قصة رجل من العاملين في الحرم، ملياردير من باكستان، يأتي كل سنة وماذا يفعل؟ يقعد يكنس في الحرم ويغسل في الحرم، وهو يملك أبراج ويملك في باكستان أملاك كثيرة ولا يأخذ راتب. قال إنما أتي أخدم بيت الله لأني عبد الله، والملايين موجودة. أيها الأحبة، ليس كل من عمل بيده نقص فيه، إنما النقص في من تكبر على خلق الله. فكل متكبر ناقص، وكل متواضع كامل. من تواضع لله رفعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يكبر أحد على أحد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخير الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين السبع وما أقلت، ورب الجبال الراسيات والرياح الذاريات، رب كل شيء ومليكه، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها ويسرتها بمنك وجودك. اللهم اغن فقراء المسلمين واشف مرضى المسلمين وعاف المبتلى من المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين. اللهم أصلح ذات بين المسلمين وألف بين قلوبهم، واجمع شملهم على البر والتقوى والعمل الصالح الذي عنا وعنهم به ترضى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الدنيا وخير الآخرة، والخير كله أوله وآخره ظاهره وباطنه عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم.
اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة وخير ما بينهما. اللهم إنا نسألك كل خير تعلمه وأنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا ممن طالت أعمارهم في طاعتك وحسنت أعمالهم ابتغاء مرضاتك وحسنت خواتيم أعمالهم وأسعدتهم اللهم في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك أن تجمع القرآن في قلوبنا وتجعلنا من حملته وأهله وخاصته. اللهم اجعل القرآن آيات بينات في صدورنا. اللهم اجعل القرآن آيات بينات في صدورنا وصدور أبنائنا وصدور أمهاتنا وصدور من يحبنا وصدور جميع المسلمين. اللهم بين القرآن في قلوبنا. اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب كتابك وحب دينك وحب نبيك وحب ملائكتك وحب من يقربنا حبه إلى حبك. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك وجميع خلقك وضع لنا القبول في أرضك. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلاد المسلمين. اللهم احفظها في برها وبحرها وجوها وبلاد الحرمين خاصة بحولك وقوتك وقدرتك وكبريائك وعظمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين عامة وأصلح ولاة أمورنا بحولك وقوتك وقدرتك وجبروتك. اللهم إنا نسألك أن تحفظ إمامنا خادم الحرمين الشريفين بحفظك وتكله برعايتك وعنايتك وتهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه وتصلح ولي عهده وولي عهده. اللهم إنا نسألك أن تنصر بهم دينك وتعلي بهم كلمتك وتجعلهم سلما لأوليائك حربا على أعدائك. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعدائنا أجمعين ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم رد المسجد الأقصى إلينا ردا جميلا وارزقنا صلاة فيه قبل الممات يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.